ازاي تصلح علاقتك بربنا؟ بص، خلينا متفقين ان انا وانت صحاب ذنوب، بنعمل حاجات حرام، فبيجي علينا فتره العلاقه اللي بيننا وبين ربنا ما بتكونش احسن حاجه، وبتكون يعني مش قوي. فازاي بقى تصلح علاقتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ باسهل حاجه، اول حاجه وهي الصلاه. لازم تعرف ان الصلاه دي هي الحاجه اللي بتربطك ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الصلاه هي اساس علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فلو انت مش بتصلي او بقالك فتره كبيره يعني ما بتصليش، فبالله عليك بالله عليك لا ترجع تصلي. بذمتك ما وحشكش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يعني مش وحشك كده؟ ما وحشكش انك انت تقف ما بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ فاول حاجه لازم تعملها عشان تصلح علاقتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هو انك ترجع تصلي. بس انت دلوقتي هتقول لي ايه بقى يا عموره؟ ما انا بقالي يعني فتره كبيره يعني مش بصلي، يعني هل بعد الفتره الكبيره دي لما ارجع اصلي ربنا سبحانه وتعالى هيقبلني وهيقبل صلاتي؟ ايوه، ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك وهيقبل صلاتك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال اذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، ولان كمان رحمه ربنا وسعت كل شيء، فلو ما كانش هيقبلك ما كانش اصلا هيخليك تفكر انك انت ترجع تصلي. بس انت تاني هتقول ايه يا عمور؟ انا يعني بعمل ذنوب وحاجات حرام، هل يعني ربنا اصلا هيقبل صلاتي وهيقبلني بالذنوب والحاجات الحرام اللي انا بعملها دي؟ عاوز اقول لك بقى ان اصلا ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاه فرضها علشان كده، علشان احنا اصحاب ذنوب، فلما احنا بقى نروح نصلي فالصلاه دي تكفر وتمسح الذنوب اللي احنا بنعملها. طب لو انت مش منتظم في الصلاه، هقول لك على دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللي هيقول الدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى هيعينه وهيساعده ان هو ينتظم في الصلاه ويصلي. انت لما تيجي تصلي اي صلاه ادعي بس بالدعاء ده: اللهم اعني على ذكرك وحسن عبادتك. فصلح علاقتك بربنا انك انت تصلي. تاني حاجه، ودي بقى اكتر حاجه تقوي علاقتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، واكتر حاجه تحافظ على علاقتك بينك وبين ربنا، وهي القران. بكل بساطه جدا حاول بس انك انت تقرا قران في يومك، حتى لو هتقرا ايتين جامد جموده، علشان صدقني اكتر حاجه تصلح علاقتك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى قراءتك للقران. واوعى تنسى يا كبير ان كل حرف انت بتقراه في القران انت بتاخد عليه 10 حسنات. تالت حاجه بقى هو انك انت تذكر ربنا، والصراحه اكتر حاجه بجد تساعدك على انك انت تذكر ربنا طول الوقت هو السبحه الالكترونيه دي. بص، لو تعرف تجيبها بتبقى بجد يعني كده برنس. جيبها وخليها معاك كده، تخليها بقى في صباعك، تخليها بقى في جيبك، المهم هي تكون معاك طول الوقت وانت بقى تذكر ربنا. وخليك عارف انك انت لما بتذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك. يعني انت مثلا قلت مثلا ايه لا اله الا الله، فربنا سبحانه وتعالى بقى يذكرك عنده، وانك انت تذكر ربنا فدي من اكتر حاجه تصلح علاقتك بينك وبين ربنا. واخر حاجه بقى يا بيج بوس، وهي انك انت لو عملت حاجه حرام او عملت اي ذنب، خلينا متفقين ان انا وانت بنعمل حاجات حرام وبنقع في حاجات حرام كتيره. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ كل ابن ادم خطاء، بس ايه؟ وخير الخطائين التوابون. فخدها قاعده كده طول حياتك: 1+1=2. وقعت في اي حاجه حرام او عملت اي ذنب، على طول ارجع لربنا وتوب لربنا واستغفر ربنا. وبعد ما تستغفر ربنا وتوب لربنا خليك متاكد تريليون في الميه ان ربنا سبحانه وتعالى هيسامحك وهيغفر لك ذنوبك طالما انت استغفرت له وتوبت ليه. لو انت يعني في حد انت بتحبه او تعرف اي حد، اعمل له منشن على الفيديو ده